ايه الفرق بين الشخصية الانطوائية والشخصية ذات الرهاب الاجتماعي؟ في ناس كتير بتخلط قوي بين النوعين دول. بيقولوا مثلا على الشخص الانطوائي ان هو شخص عنده رهاب اجتماعي بيخاف من الناس، مع العلم ان الشخص الانطوائي او الشخصية الانطوائية هو شخص طبيعي جدا مش بيعاني من اي حاجة، بس هو بيحب الوحدة، بيحب يقعد لوحده، هو اتخلق كده، بيحب يتجنب الناس، ما بيحبش التجمعات بقى سواء الأسرية أو فرح أو عزاء أو أي حاجة. بس لو اتحط في أي موقف تجمعي أو موقف قدام ناس أو في جماعات بيتعامل عادي جدا ويتصرف ويكون مسؤول، لأنه مش مريض، ما بيعانيش من أي حاجة، هو بس بيحب يكون لوحده، بيحب يتجنب الناس. إنما الشخصية ذات الرهاب الاجتماعي ده عنده مرض، ده لو اتحط في اي جماعات يبدأ يتوتر، يعرق، يصدع، اطرافه يحصل لها برودة نتيجة القلق، هو اللي بيعمل كل ده. الشخصية ذات الرهاب الاجتماعي هو نفسه يجتمع مع الناس بس هو مش قادر نتيجة القلق الشديد اللي عنده، بيكون قلقان من كل حاجة، قلقان يروح يشتري من السوبر ماركت، قلقان يتعامل مع الناس، وخصوصا لو مثلا محتاج يعرض حاجة قدام كاميرا او قدام مجموعة من الناس، بيحس ان هي حاجة صعبة جدا وتقيلة على قلبه. فببساطة الشخصية الانطوائية شخص عادي جدا، انما القلق من المجتمع او الرهاب الاجتماعي ده مرض وبيتعالج سواء بالCBT او بالادوية.